فجر المستشار القانوني أحمد الأمير مفاجأة مدوية حول السبب الرئيسي لاستدعاء ثلاثي المنتخب الوطني السعودي نواف العقيدي وسلطان الغنام وسلمان الفرج للتحقيق أمام لجنة الانضباط والأخلاق. وكان الإعلام الرياضي عبد الرحمن العامر قد أكد أن غدا الاثنين سيكون هناك جلسة استماع للثلاثي المستبعد، وهم سلطان الغنام وسلمان الفرج والنواف العقيدي، مشيرا أن لجنة الانضباط ستكون المسؤولة عن هذه الجلسة وليس لجنة الاحتراف. وحلل القانوني أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع تدوينات القصيرة إكس استدعاء الثلاثي الأخضر للجنة الانضباط وليس الاحتراف، بأنه ليس للتحقيق حول تصريحات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بشأن ثنائي النصر سلطان الغنام ونواف العقيدي وقائد الهلال سلمان الفرج. وأشار أحمد الأمير إلى أن استدعاء لاعبي المنتخب الثلاثة من قبل لجنة الانضباط كان بسبب تغريداتهم المنشورة على حساباتهم الرسمية في منصة إكس. وأضاف المستشار القانوني لائحة الانضباط غير مختصة بلاعبي المنتخب لدرجة معينة، وتطبق بشكل عام على المنتسبين للاتحاد السعودي سواء كانوا لاعبين أو مسؤولين. واختتم الأمير تحليله استدعاء ثلاثي المنتخب السعودي للجنة الانضباط قائلا: المخالفة هي إساءة إعلامية وربما إثارة الرأي العام، وهذه قراءة قانونية وليست معلومة.